يا ترى ما الأفضل، البحث عبر جوجل أو عبر محركات الذكاء الاصطناعي؟ والإجابة سوف نستخدم 3 معايير: الآلية، الناتج، والدقة. نبدأ بجوجل. يستخدم جوجل الخوارزميات المعقدة للزحف عبر المواقع والبحث في الكلمات المفتاحية. الناتج يعطيك قائمة بروابط المواقع التي تحوي المقالات ويرتبها حسب الأشهر والتي تطابق معايير SEO. الدقة تعتمد الدقة على الكلمات المفتاحية التي قمت بإدخالها وباللغة التي بحثت عبرها، وذلك يعني إذا لم تكتب الكلمات المفتاحية المطابقة وتكتب بنفس لغة المرجع فلن تظهر لك أي نتائج. الذكاء الاصطناعي يستخدم نماذج تعلم الآلة والشبكات العصبية الاصطناعية لفهم وتحليل النصوص. الناتج يعطيك الناتج بطريقة مباشرة ويعطيك المعلومات المعقدة بطريقة مفهومة وبسيطة. الدقة يعطي نتائج دقيقة ومتعلقة بالسياق أكثر. طيب كيف نتعلم الذكاء الاصطناعي؟ اشترك معنا في كورس الذكاء الاصطناعي وبتعلم الذكاء الاصطناعي من الصفر، نظريا